كلنا عارفين عصر بناة الأهرامات، خوفو خفرع منقرع، قمة المجد والقوة. بس تخيلوا إن كل ده فجأة بدأ ينهار، القوة دي تتبخر، المجد ده يبهت. النهاردة بقى هنتكلم عن فصل من أكتر الفصول الدرامية في تاريخ مصر كله، حكاية صعود وسقوط الدولة الوسطى. اسمعوا الجملة دي كده، اللي كان بلد واحدة بقى عشرات البلاد المتفرقة. ياه، جملة واحدة بس بتلخص حجم المصيبة اللي حصلت. يعني مصر الدولة العظيمة الموحدة دي فجأة اتفتتت، بقت عبارة عن حتت صغيرة، كل حتة بتحارب التانية. ده كان حال البلد للأسف في نهاية الدولة القديمة. طيب، هنا بقى بيجي السؤال الكبير: إزاي؟ إزاي بلد وصلت للحالة دي تقدر تقوم على رجليها تاني من تحت الأنقاض؟ إزاي بعد كل الفوضى والانهيار ده قدرت ترجع وتبني نفسها من أول وجديد وتأسس عصر مجد جديد؟ هو ده بالظبط اللغز اللي هنحاول نفكه مع بعض النهاردة. طيب، خلونا نرجع بالزمن لورا لنقطة الصفر، بداية الانهيار. الفترة دي المؤرخين بيسموها عصر الإضمحلال الأول، وده كان بصراحة وقت ضياع، وقت فوضى كاملة. مفيش حكومة مركزية، مفيش نظام، ومصر كلها غرقت في بحر من المشاكل والصراعات اللي ملهاش آخر. طب إيه اللي حصل؟ إيه الأسباب اللي خلت دولة عظيمة زي دي تقع الوقعة دي؟ شوف، هي كانت كوكتيل مشاكل. أول حاجة، المشكلة بدأت من فوق، من عند الملك نفسه. سلطته ضعفت، ولما رأس الدولة يضعف إيه اللي بيحصل؟ كل واحد بيعمل نفسه رئيس في منطقته. حكام الأقاليم قوتهم زادت وبقوا عاملين زي ملوك صغيرين. ضيف على ده بقى إن حتى الطبيعة ما كانتش رحيمة، فيضان النيل قل، يعني ما فيش زرع، يعني في مجاعة. الناس حرفياً كانت بتموت من الجوع. كل ده بيحصل ومفيش جيش قوي يوحد البلد ويحميها، ولا في حكومة قادرة تسيطر. كانت يعني الخلطة السحرية للانهيار الكامل. عشان كده بالظبط المؤرخين أطلقوا على الفترة دي اسم عصر الإضمحلال الأول، والاسم ده بصراحة بيوصف اللي حصل بالملي. تخيلوا معايا المشهد: مصر ضايعة تماماً، كل حاكم أقليم عامل فيها فرعون وبيحارب اللي جنبه عشان ياخد حتة أرض زيادة. البلد متقسمة لدويلات صغيرة، الأمان انسى. والمواطن المصري العادي اللي كان متعود على الاستقرار والقوة لقى نفسه تايه ومش فاهم حاجة في بلد ما بقاش فيها أي نظام. بس وسط كل السواد والضلمة دي كان في بصيص نور، شعلة أمل صغيرة، لأن المصريين عمرهم ما بيستسلموا للواقع ده. كانوا لسه فاكرين أيام المجد وحاسين جواهم إن البلد دي لازم تقوم تاني. والشرارة دي بدأت منين؟ بدأت من الجنوب، من قلب الصعيد، من مدينة طيبة العظيمة اللي هي الأقصر دلوقتي. من طيبة بدأ يظهر حكام جامدين عندهم طموح وشجاعة، بدأوا يوحدوا المقاطعات اللي حواليهم واحدة واحدة. لكن في واحد بالذات هو بطل القصة دي كلها: الملك منتوحتب الثاني. منتوحتب ده ما كانش مجرد حاكم، ده كان راجل عنده رؤية، عنده حلم كبير قوي إنه يرجع مصر تاني زي ما كانت، بلد واحدة تحت راية واحدة بملك واحد. واللي عمله منتحته التاني ده يا جماعة ما كانش حاجة سهلة، ده كان إنجاز تاريخي بكل المقاييس. تخيلوا التحول ده: الفوضى بقت وحدة، بدل عشرات الملوك اللي بياكلوا في بعض بقى في ملك واحد بس، بدل أرض متقطعة بقت أمة واحدة متماسكة، بدل ما فيش جيش بقى في جيش قوي وموحد. منتحته فضل يحارب ويكافح لحد ما لم شمل البلد كلها تاني، وبانتصاره ده انتهى عصر الظلام واتفتحت صفحة جديدة تماماً في تاريخ مصر، صفحة اسمها الدولة الوسطى. تمام، منتحتب وحد البلد، دي خطوة عظيمة، بس دي كانت البداية بس. الخطوة الأولى، التحدي الحقيقي بقى كان إزاي تبني دولة قوية ومستقرة على أنقاض الخراب اللي فات ده كله. الموضوع كان محتاج أكتر من مجرد قائد عسكري، كان محتاج مهندس دولة، قائد عنده خطة ورؤية للمستقبل. وهنا بقى بيظهر في الصورة بطلنا التاني في القصة دي، الملك أمنمحات الأول. الراجل ده هو اللي نقدر نقول عليه المهندس المعماري الحقيقي للدولة الوسطى. والغريب إن أمنمحات الأول ده ما كانش من عيلة ملكية، لأ، ده كان وزير، يعني راجل سياسي وإداري محنك، راجل دولة من العيار التقيل، فاهم كويس قوي يعني إيه حكم وإدارة. أول ما أمنمحات الأول مسك الحكم كان عنده خطة واضحة وعبقرية. قالك إيه؟ أول حاجة لازم أسيطر على البلد كلها، فعمل إيه؟ نقل العاصمة المكان في النص، مكان استراتيجي سماه التاوي، عشان يبقى ماسك الشمال والجنوب في إيده. دي الخطوة الأولى. الخطوة التانية، لازم أقبض على الإدارة المركزية تاني، عشان مفيش حاكم أقليمي فكر يلعب بديله تاني. تمام. تالت حاجة، الاقتصاد.
أمن الحدود ورجع حركة التجارة عشان الفلوس تدخل البلد. لكن أذكى حركة عملها بصراحة كانت فكرة الحكم المشترك. عمل إيه؟ خلى ابنه سنوسرت الأول يحكم معاه هو لسه عايش، عشان يدربه ويضمن إن لما هو يمشي الدولة مش هتقع. بس رغم كل ده ورغم كل نجاحاته كان في غدر بيستناه. أمن محات كان حاسس إن في مؤامرات بتتحاك ضده، وفعلا إحساسه كان في محله. في آخر أيامه اتقتل غدر جوه قصره، تخيلوا. لكن هنا بقى بتظهر عبقرية خطته. المؤامرة نجحت في إنها تقتله، لكنها فشلت في إنها تهد الدولة. ليه؟ لأن ابنه سنوسرت الأول كان موجود وجاهز ومتربي على الحكم. مسك البلد فوراً، والدولة اللي بناها أبوه فضلت واقفة على رجليها وكملت المسيرة. وبعد ما الأساسات القوية دي اتحطت، مصر انطلقت. دخلنا في فترة نقدر نقول عليها العصر الذهبي للدولة الوسطى، فترة من أروع فترات تاريخنا. استقرار، رخاء، فن، أدب، إبداع في كل حتة وفي كل مجال. في الفترة دي بقى، تحت حكم ملوك عظام زي سنوسرت الأول وحفيده منمحات الثالث، مصر كانت في حتة تانية خالص. الجيوش كانت بتأمن حدود البلد وتجيب الذهب من النوبة، وفي كل مكان في مصر كانت بتتبني معابد ضخمة وعظيمة. الأدب الأدب كان في أزهى عصوره، وظهرت قصص عبقرية لسه عايشة لحد النهاردة، زي قصة سنوحي وقصة الفلاح الفصيح. والفن كمان كان واقعي جدا، التماثيل تحس إنها هتنطق وتتكلم. والأجمل من كل ده إن المجتمع نفسه كان راقي. يعني تخيلوا إن الست في الوقت ده كان ليها حقوق كاملة، تبيع وتشتري وتورث، حاجة متقدمة جدا عن زمانها. ولو عايزين نتكلم عن الذروة، قمة القمة في العصر الذهبي ده، يبقى لازم نتكلم عن الملك أمن محات الثالث. الراجل ده في عهده مصر وصلت لأعلى مستوى من الرخاء والقوة الاقتصادية ممكن نتخيله. أمن محات الثالث ده ما كانش مجرد ملك، لأ، ده كان عنده عقلية مهندس وعالم في نفس الوقت. أعظم حاجة عملها كانت في الفيوم. عمل هناك مشروع هندسي بصراحة سابق عصره بقرون، مشروع اتعرف باسم بحيرة مورس. فكرته كانت إيه؟ إنه يبني سدود وقنوات عملاقة عشان يتحكم في مياه فيضان النيل ويخزنها. والنتيجة؟ حول منطقة الفيوم الصحراوية دي لأرضية خضرة، جنة بمعنى الكلمة. زود مساحة الأرض الزراعية بشكل خرافي. ده يوريك الدولة وقتها كانت قوية ومنظمة إزاي، وعندها علم هندسي متطور جداً. لكن زي ما بيقولوا، دوام الحال من المحال، ولكل قمة في نزول. العصر الذهبي العظيم ده للدولة الوسطى للأسف ما كانش استثناء للقاعدة دي. بعد ما مصر وصلت لأعلى نقطة، بدأت علامات النهاية تظهر في الأفق. الانهيار المرة دي ما جاش مرة واحدة، لأ، كان عامل زي المرض البطيء اللي بينهش في جسم الدولة. أمن محات الثالث كان آخر ملك قوي بجد. اللي جه بعده كانوا ملوك ضعاف، وبالتالي السلطة المركزية ابتدت تضعف تاني، وحكام الأقاليم رجعوا لنفس القصة القديمة وبدأوا يستقلوا بمناطقهم، كأن شريط الفيلم بيتعاد من أول وجديد. والمصيبة إن مصر وهي بتضعف من جوه كان فيه خطر كبير بيقرب من بره. جماعات جاية من آسيا اللي هنعرفهم بعد كده باسم الهكسوس بدأوا يدخلوا ويتمركزوا في منطقة الدلتا. الهكسوس دول في الأول دخلوا مصر بالراحة، شوية تجار، شوية عمال، وعاشوا في الدلتا عادي جدا. لكن مع الوقت أعدادهم كترت وقوتهم زادت، ولما لقوا إن البلد من جوه بتضعف والحكومة المركزية مهزوزة، قالوا بس هي دي فرصتنا، وانقضوا على شمال مصر وسيطروا عليه بالكامل. سيطرة الهكسوس على الدلتا كانت بمثابة شهادة وفاة للدولة الوسطى. وبكده دخلنا في فترة مظلمة تانية، فترة بيسميها المؤرخين عصر الإضمحلال الثاني. للمرة التانية مصر بتتقسم وهيبتها وقوتها بيضيعوا. لكن زي ما اتعلمنا من المرة اللي فاتت، دي عمرها ما كانت نهاية الحكاية. الحكاية دي كلها حكاية الدولة الوسطى بتخلينا نفكر في سؤال مهم قوي. هل كل صعود عظيم بيحمل جواه أسباب سقوطه؟ هل القوة بتجيب معاها غرور والرخاء بيجيب معاه كسل وتراخي؟ قصة مصر العظيمة بتورينا إن التاريخ ده عبارة عن موجات، موجة صعود وراها موجة هبوط. لكن الدرس الأهم من كل ده إن مصر بعد كل وقعة كانت بتقوم تاني وأقوى من الأول.